سيبك من أي طريقة شُفتيها أو حتى جرّبتيها قبل كده للبسيمة، لإن البسيمة بتاعتنا النهارده بجد مختلفة جدًا، بطريقة ومقادير المحلات أفخم المحلات وأكبر المصانع هنعمل أحلى وأطعم بسيمة ممكن تكوني دُقتيها في حياتِك حرفيًا، حاجة كده لذيذة بتدوب دوبان في البُق، مقادير سهلة جدًا وبسيطة ومش معقدة، أوعدِك هتطلعي من الفيديو وأنتِ حافظة كل المقادير. هتعملي أحلى بسيمة. بس في الأول كده يا ريت ندعم الفيديو بلايك وشير، وكمان ما ننساش نكتب كومنت حلوة كده زيكم في الفيديو. أول حاجة عندي هنا 375 جرام من الجوز الهند المشكل، يعني حوالي كوبايتين من الجوز الهند الناعم واللي هو الرز، وكوباية من جوز الهند اللي هو العريض أو الأظافر. تمام، هنزل عليه بكوباية وربع من المية السخنة أو المية المغلية، هقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده كده، تقليبه كويسة عشان اتأكد ان الجوز الهند شرب كل المية اللي معاه. هغطيه واسيبه حوالي نص ساعة كده او تلت ساعة، وبعد كده هنرجع نضيف عليه المكونات بتاعتنا. عندي هنا حوالي 3/4 كوباية من السكر، ممكن نص كوباية لو مش عايزاه تكون مسكرة قوي. تمام، وبعد كده هنزل بكوباية وربع من الدقيق الابيض العادي بتاعنا. تمام كده. بعد كده في طاسة كده هاخد حوالي نص كوباية وزيادة معلقة من السمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي او سمنة تكون ريحتها حلوة عشان البسيمة بتاعتك يكون طعمها وريحتها زي بتاعة المحلات كده. انا هنا كنت مستخدمة سمنة بلدي، بجد كانت عاملة ريحة جبارة. لو عايزة كمان تستخدمي بقى سمنة نيوزيلندي يبقى انت كده عديتي. عندي هنا كمان نص كوباية من العسل الجلوكوز او العسل اللي هو الكراميل. خلاص، ممكن تستخدمي نص كوباية من عسل الجلوكوز عليه معلقة كبيرة مليانة من جيلو الكراميل عشان يديله اللون الحلو العسلي اللي انت شفتوه في البسيمة كده في بداية الفيديو. تمام كده، هسخنهم مع بعض يدوبوا، بس يدوبوا مع بعض على النار، انا مش عايزه اغليهم خالص، ادوبهم بس على النار وبس كده. نيجي بقى للمكونات الجافة بتاعتنا، نبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا مع بعض بالشكل ده كده، بحيث ان احنا ندخل كل المكونات في بعضها. تمام، نقلبهم بس كويس عشان كل المكونات تبقى داخله مع بعضها، دي يدخل مع جوز الهند كده كويس قوي. تمام، يفضل لو تشتغلي في حاجه اكبر من كده. تمام، انا كده دمجت كل المكونات مع بعضها، وعندي هنا السمنة بتاعتي سيحتها او دوبتها مع العسل او الجيلو الكراميل كده، بحيث ان هما الاتنين بقوا حاجة واحدة دايبين مع بعض. هنزل بيهم بالشكل ده كده، وهبتدي بقى ان انا اقلبها او ابسهم مع بعض كده زي البسبوسة بالظبط. تمام، اقلبها مع بعضها كويس جدا، ما بلغش في التقليب، انا بس عايزه ادخل كل المكونات في بعضها، وعايزه الجوز الهندي كله ياخد اللون العسلي الحلو اللي انتوا شفتوه ده. تمام، هتوصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. اكورها في ايدي كده تحس ان هي عامله مكونه كوره او عجينه. تمام، بالشكل ده كده خلاص، هي كده قوامها مظبوط جدا معايا. هنحضر بقى الصينيه بتاعتنا، ودي صينيه مقاس 28 او مقاس 30، هدهنها كده بدهنه من السمنه، وهبتدي ان انا افرد فيها البسيمة بتاعتي بالشكل ده. احاول بس ان انا اخليها كلها تكون سمك واحد على قد ما اقدر، واسوي الوش بتاعها كويس جدا. خلاص، افردها بس كويس. لو حابة انتي البسيمة تكون سميكة، ممكن تستخدمي صينية اصغر من كده فهتديكي السمك اللي انت عايزاه، لكن السمك الصينية دي مظبوطة على الكمية، مقاس الصينية يعني مظبوطة على الكمية دي. تمام كده، هظبط الوش بتاعها كويس معايا، وهاجي هنا عندي ممكن بندق او لوز او حتى فول سوداني، اي نوع مكسرات، بس هي معروفة ان هي بتتعمل بالبندق. هجيب البندق بتاعي كده وهحمصه تحميصة بسيطة على البوتاجاز، وبعد كده هجرشه، مش عايزه انعمه، انا عايزه يبقى مجروش على بحيث ان هو يبقى باين واضح كده في الصينيه او في حته البسيمه لما تيجي تاكليها كده تبقى البندق باين فيها.
هسكن البندق كويس جدا في البسيمة بتاعتي بالشكل ده كده. وفي الوقت ده بقى بيكون الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180 ساخن قبلها ب5 دقايق. هحط الصينية على الرف الوسطاني. تمام. اول لما الاقي البسيمة اخدت لون ذهبي حلو كده من الاطراف اللي فوق دي اتحمرت واخدت لون ذهبي كده، تمام، هطفي الفرن من تحت وهشغل الشواية، او لو الاتنين شغالين مع بعض عادي مفيش اي مشكلة. المهم من فوق تاخد لون دهبي حلو كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، بتطلع لونها خطير والريحة جبارة جبارة جدا. مش عايزة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. هنا عندي العسل بتاعي عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية من المية، ضفت عليها معلقة كبيرة مليانة من جل الكراميل عشان يديلنا اللون الحلو ده. لو ما عندكيش جيلو كراميل ممكن تجيبي معلقة كبيرة او نص كوباية من السكر تكرمليها، وبعد ما تتكرمل هتضيف عليها بقية السكر وباقي المية زي ما احنا قلنا مقدار العسل كده. العسل هيكون تقيل بارد، هيغلي على النار لمدة 5 دقايق، تمام، او 7 دقايق كده. اول 3 دقايق على نار عالية وبعد كده ههدي النار لحد ما يوصل ل7 دقايق، تمام. هكون مغطية الحلة او الكازرولة اللي انا بعمل فيها العسل بغطا عشان العسل ما يسكرش معايا، وهنزل عليه بنقطتين عصير ليمون او رشة ملح ليمون عشان ما يسكرش معايا، تمام. بعد كده هسيبه يبرد تماما بدرجة حرارة المطبخ. عايزة احط العسل على البسيمة يكون بارد تماما والبسيمة تكون سخنة، تمام. وبتطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هقطعها بقى وهستنى عليها تبرد تماما وهبتدي اقدمها بالهنا والشفا. عايزه اقول لكم اقسم بالله حاجه كده خطيره، طعمه ولذيذه لذاذه، حاجه كده بتجمع بين الهريسه والبسبوسه على البسيم. هو ميكس حلو قوي، طعمه لذيذ قوي، جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. شايفين بقى القطعه، انا ما كنتش ركنتها بصراحه، المفروض تقعد شويه وبعد كده نقطعها عشان تبقى متماسكه قوي، لكن انا طبعا عشان عايزه انجز الفيديو فقطعتها وقدمتها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا ما سبتهاش وقت زي ما قلت لكم، يا دوب شربت العسل وقدمتها معاكم وطالعه متماسكه جدا وشكلها خطير جدا زي ما انتوا شايفين، حاجه كده تفوق العقل والخيال بجد. شايفين القطعه عامله ازاي، لونها طعمها بجد رهيب جدا، حاجه كده مظبوطه قوي مش مسكره قوي وطعمها مظبوط قوي. شايفين الشكل عامل ازاي. شوفي بقى دلوقتي انت تقدري تشتري كمية زي دي من المحلات المشهورة، هتشتريها بكام؟ لو انت عملتها في البيت مش هتكلفك صدقيني ربع التكلفة اللي بتشتريها من بره. يعني الصينية دي تقريبا بتشيل حوالي 2 كيلو وشوية من البسيمة، فبجد جربوه تعملوها في البيت. مش هقولكوا بس عشان توفير، طبعا احنا محتاجين التوفير كتير جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، بس بجد حاجة كده لذيذة. جربوها بنفس الطريقة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. قطعة متماسكة، طعمها لذيذ، مظبوطة جدا 100%، اللون خطير كده زي ما انتوا شايفين. بس كده، ده كان الفيديو ده بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات حلوة كتيرة، واترككم في رعاية الله، مع السلامة.